النادي الاهلي نمبر 1 ان افريكا. النادي الاهلي الكينج، الملك. الكلام ده بيزعل الناس. واول لقطه معانا النهارده في ماتش النادي الاهلي وحرس الحدود اللي الاهلي فاز برضه فيه بالعافيه واداء غير مطمئن قبل مباراه الاهلي والزمالك يوم الاثنين القادم بامر الله. كانت اول لقطه معانا عم حربي كبير مشجعي النادي الاهلي، الاهلي نمبر 1، الاهلي البطل الاول على قاره افريقيا. اللقطه الثانيه كمان بقى يعني كان في جدل كده على ايه، في اعداد قليله جدا ساندت النادي الاهلي النهارده في ملعب الكليه الحربيه، تحس ان هو يعني مفيش اداء، مفيش حضور. دي رساله كده واضحه من الجمهور يعني. طبعا اللون بتاع تيشيرت النادي الاهلي تحس هو عارف انت اللون بتاع بتاع كيس الشيبسي بالطماطم، بتاع الطماطم تحس نفس اللون كده يعني. فما نعرفش الالوان اي لون تاني غير الاحمر والازرق والاسود اللي احنا اتعودين عليهم، بتحس في حاجه غريبه في الماتش، حتى يعني لون غريب واداء غريب. احمد عبد القادر اول لقطه ليه بعد ما جه من قطر، اول لقطه ليه واول مباراه ليه يحضر قائمه الفريق، وكمان يحضر او يكون في داخل المستطيل الاخضر. هو دخل التغيير في الشوط الثاني. احتفال خاص بقى من جراديشار وحسين الشحات بهدف النادي الاهلي الاول في حرس الحدود. بصراحه جون من جراديشار، جون عالمي. تريزيجيه برضو جاب الهدف من ركله جزاء وراح يحتفل مع جمهور. برضو عايز اقول لكم ان تريزيجيه عنده لسه في ضغط جواه. تسديده بقى من صاروخ من مروان عطيه، تحس ان هي ايه، تعليمات من عماد النحاس، وتالق كبير جدا من حارس المرمى لنادي حرس الحدود. وفرحه بقى يعني تعادل، طبعا فرحه على لاعبي حرس الحدود بهدف التعادل. دي اللقطه اللي موجوده دلوقتي بهدف تعادل في النادي الاهلي. وجماهير الاهلي بقى ايه بعد ما جاب الجون الثالث، الاهلي جماهير الاهلي اتجننت بعد الهدف الثالث، في يعني اتجننت الجماهير بعد الهدف. وطبعا يعني الاهلي الجماهير دلوقتي بتفرح عايز 3 نقط. بعدين بقى هيتكلموا في حوار الاداء ده. طبعا انفعال عماد النحاس على الخط بسبب سوء اداء لاعبي النادي الاهلي. وبرده يعني انت الشناوي بعيد عن التشكيله النهارده وما حضرش مباراه، بس برده تحس اللي هو ايه، واقف على الخط بيوجه لعيبه النادي الاهلي، اللي هو تحس اللي هو قائد في الملعب. ودي كانت لقطات مباراه النادي الاهلي وحرس الحدود وأراك ضاحكا.